فيلمنا بيتكلم عن فريق من الشرطة لكن دايما الحظ ضدهم. بيبدأ الفيلم بمجموعة من أفراد عصابة قاعدين بيلعبوا قمار، وفجأة جزء من الشباك بيتكسر. بتطلع المحققة تشان واحدة من الفريق بتاعنا متعلقة في الحبل ومش عارفة تتخلص منه، والمفروض إنهم كانوا عاوزين يقتحموا المكان على غفلة، لكن لقلة الإمكانيات والفلوس كانوا عاملين زي مهرجين. اتنين من فريق التحقيق مستنيين اللي يخرج من العصابة عند الباب، لكن المحققة الذكية قالت لهم اللي هيخرج من الباب هيتقبض عليه. طبعا أفراد العصابة طلعوا من باب تاني سري، لكن بيلاقوا رئيس الفريق مستنيهم عند الباب التاني، أو بمعنى أصح متعلق هو كمان. الراجل قاعد يتريق عليهم. الرئيس كو أمر فريقه يقتحموا المكان، وعلى طول راجل العصابة نط من الشباك. حاول الرئيس يلحقه لكن بيقع على دماغه. راجل العصابة بيحاول يهرب من الفريق، لكن المحقق ما بيجري وراه بالسكوتر وهو بيخبطه فعلا، لكن بيكتشف انه نسي الكلبشات. الحرامي استغل الفرصة وهرب منه، لكن بيخبطوا الاتوبيس، والحادثة بتعمل حوادث تانية. يا ريتكم ما جريت وراه. وبيروحوا لرئيس الشرطة واللي بيسخر منهم وبيطردهم من مكتبه. ده بقى المحقق تشو، ويعتبر النجم بتاع الشرطة ودايما بيترقى. بياخدهم بمناسبة الترقية الجديدة بتاعته وبيعزمهم في مطعم. بيقعدوا الاتنين سوا. المحقق تشو بيدي للرئيس كو خيط في قضية لتاجر مخدرات كبير في كوريا اسمه موباي، وبيقول له إن دراعه اليمين اسمه هونج خرج من السجن من 6 شهور، وإنه أكيد هينضم للعصابة مرة تانية، وإنه منتظر موباي يرجع كوريا. طبعا كو أخد المعلومات وراح فورا يراقب هونج لأنه نفسه يترقى بأي طريقة. طبعا الدنيا مش هتمشي بسهولة معاهم كده لأنهم حرفيا فقر. واحدة من سكان المنطقة شكت فيهم، فبلغت الشرطة وقالت لهم دول بيراقبوني وبيتحرشوا بيا كمان.